يا دي الاصطباح. اصحى يا انت يا انت نايم لحد الظهر اخلص. انت يلا ايه قوم خد روح هات فطار 20 و10 عيش. ابوك بينادي ما اروح اشوف في ايه. استغفر الله العظيم. ما كنت خليكي شويه وما ترديش عليا. في ايه يا محمود؟ هو انت لما الميه قطع وانت عارفه ان انا اغسل وشي عشان رايح الشغل ما قلتليش ليه؟ مش انا صحيتك الصبح وقلت لك الحنفيه باظت وشكلها عايزه قلب؟ انت قلت لي الكلام ده؟ ايوه قلت لك. انا ما اعرفش حاجه عن الكلام ده. الحنفيه برضو اللي عايزه قلب ولا انت اللي محتاجه قلب بدل قلبك الجاحد ده؟ طب خش اغسل وشك في المطبخ وتوكل على الله، وانا كده كده هبعت اجيب السباك. السلام عليكم. اهلا، ازيك؟ عم ناصر. ايه اتاخرت ليه كده يا استاذ؟ معلش كان معايا شغلانه بس كده خلصتها. فين يا خلاص، عم الموتور عشان يعني؟ المايه واقفه عن العماره. تعال فين؟ الموتور هي الناحيه دي. تعال من هنا. اغسل وشي في المطبخ؟ اه طب ايه رايك انزل الشغل ومش هغسل وشي في المطبخ ولا هغسل وشي خالص، عشان لما اصحابي يشوفوني في الشغل مش غاسل وشي هعرفهم ان مراتي مهموله فيا. على ما تيجي من الشغل هتلاقي الحنفيه متصلحه. ليه مين هيصلحها وانا مش في ما البيت؟ انا هبعت اجيب سباك. طب اياك حد يخش البيت وانا مش موجود؟ يا عم هكلم شوقي اخويا يجي ولا معايا. شوقي ولا غيره. مفيش حد يجي يصلح حاجه في البيت وانا مش هنا، سمعتي؟ استنى يا محمود كلك لقمه قبل ما تنزل. مش طافح. ليه يا عم؟ طب بقول لك رايح فين ايه؟ يالا؟ راح اجيب فطار. راح تجيب فطار لمين؟ لينا. وباكله انت وامك بقى. ايه اللي كله انت وامك؟ عايزه حاجه قبل ما انزل؟ عايزه 500 جنيه. ليه؟ هعمل اكل. 400 جنيه عشان فلوس الجمعيه. خد يا معتز، ابوك فين؟ ابويا نزل ورايا. طب قول له انجز عشان يدفع الايجار. يلا. قلنا انا مالي. طب هات 100 كمان يا محمود. والله لو طلبت فلوس تاني ما هتشوفوا وشي في البيت. خلاص الاكل ورديح. ازيك يا استاذ محمود؟ السلام عليكم. بعد اذنك يا استاذ محمود. ماشي يا محمود، يعني انت خايف ادخل السباك من وراك البيت؟ ايه انت مش واثق فيا؟ طب والله لا اصلح الحنفيه وهجيب سباك من غير ما انت تعرف، ولا لو عرفت يعني. هو في تليفوني فين؟ ايجار الشهر يا استاذ محمود. غير الشهر، والنهارده كام في الشهر يا عم؟ النهارده 25. 1 2 3 ادي 600 جنيه. ماشي. كده انت ليك في ذمتي 400 جنيه وانا راجع من الشغل ابديك الباقي. ما تاخرهمش بالله عليك بس. اتصل بالسباك. يا خرابي ده مجنون، والله لو عرف يطلقني فيها. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اتصل باخويا شوقي، هو يجيب السباك ويجي، حتى لو عرف اخويا كان معاه. هو ده الموتور يا عمار. هو ده الموتور؟ ايوه. فين البالونه يا عم يا كده؟ عم احنا لغيناه وعملناه مباشر. لغيتوه؟ من غير يعني جبتوا حد لغاها لكم؟ يا عم انا مش هتفرق. ماشي يا عم، ماشي يا عم ناصر. اوعى كده بس. ماشي يا اخويا ماشي، متأخرش عليا. ماشي يا شيخ. ماشي السلام عليكم. سلام. اهو ولو كده يبقى اخويا معايا بقى. انا ابن حلال مصفى، انا لسه كنت هخبط عليك. خير يابا. خير؟ هو انت مش شغال مع الاسطى انور السباك؟ اه شغال مع اللوستانو. طب معلش، ايوه عندي شغلانه كده عند اختي، حنفيه بس عاوزه تغير حاجه، مش عارف في حاجه يعني بس عاوزه انا تغير. مش فاضي والله يا اخويا. مش معايا فاضي؟ شغل. طب فين الاسطى انور؟ اللوستانو في شغل بره. شغل؟ اه. انده على حد كده من السكان يجرب. كده ستاني من الميه. تمام يا عم انور، بقول لك اشتغل. تمام. ماشي يا عم ناصر. حسابك كام يا عمار؟ انا حسابي النهارده 50، وليه عندك 50 قديمه؟ يبقى 100. وما تبقتش فلوس عندك تاني. استباحه يا عمار. مجهزها انت. اعمل ايه طيب؟ ما اقدرش انساها. ماشي يا عم الله ناصر. ينور يا عمار. خد هو ده رقم، رن عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. مين؟ معاك محمد. بقول لحضرتك يا اسطى انور، معانا بس شغلانه كده في 107. ايوه جايه. خد الفطار. هو الضبط وجبوله. خير يا استاذ محمود، في حاجه ولا ايه؟ طب وانت مالك يا في حاجه عم؟ حصلت في الشقه فوق؟ طب وانت مالك يا عم؟ انت هتشاركني؟ هو انا طالع بيتك ولا طالع بيتي؟ حقك على يا استاذ محمود. افرض انا نسيت حاجه وطالع اجيبها؟ غصب عني معلش. انت ليه بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ بطمن بس. يا عم من دخل فيه ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، ما تبقاش لطخ يا ناصر. اترمي. حقك على يا استاذ. ايه البرود ده؟ ماما ماما، ايه يا حبيبي؟ جهزت الاكل ولا لسه؟ خلاص جعان أوي. فاضل لي 5 دقايق. ماشي بسرعه بس عشان عايز انزل. حاضر.
شوف حد ده بيرن. اكيد خالك شوقي ده. شوفيه. محمود، ايه يا محمود، انت مالك اتخضيت ليه كده؟ ايه اللي جابك؟ نعم. ايه اللي جابك؟ انت اول مره تقولي لي ايه اللي جابك؟ ايه اللي رجعك من الشغل؟ بس نسيت الساعه بتاعتي. راجع عشان الساعة؟ اه. انا هدور عليها بنفسي. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ابو الشو؟ قلت لك مليون مرة اسمي محمد شوقي. يا عم حقك عليا انا المره دي يا عم. خير في حاجه ولا ايه؟ خير، وانت هتمنعني اطلع عند اختي ولا ايه؟ لا ما منعكاش يا طب عم. امال ايه في ايه بقى يا بس عم أنا ناصر؟ بسالك بس في حاجه ولا ايه يعني؟ مستني بس اللصة انور. استاذ انور السباك السباك. كان لسه واقف معاه من شويه، كان بيصلح الموتور. ايه بتدور على الساعة في الحمام؟ انا قلت نسيتها وانا بغسل وشي. بقول لك ايه يا محمود، قول. ما تسيبك من الحوارات دي. الموضوع اللي انت بتتكلم فيه والحركات اللي انت عمال تعملها ده اسمه شك. شك. شك انك تسيب شغلك وترجع وعمال تتلفت شمال ويمين، هو في ايه؟ ما فيش حاجه والله، عادي يعني، نسيت مش الساعه. انت بتسأل على الساعة؟ اه. انا هدخل اجيبها. الساعة اهي، وخلي بالك منها لحسن دي باين عليها مهمة قوي. جدا، رجعتني من الشغل. ياه، بس انا بخاف عليها قوي معلش وبغير عليها قوي. معلش. ماشي. مع السلامة، مع ألف سلامة. تعالى اقفلي ورايا الباب. حاضر. طب ما وقفتوش ليه؟ يا عم انت ما قلتليش يا عم. ما قلتلكش، هو 5 دقايق وجاي. انت عايزه في حاجه ولا ايه؟ معلش بس في شغلانة كده فوق عند اختي كده هعملها. نسيت اقول لك، يبقى خلي بالك من الساعة قوي. في عينيا. ليش؟ تسلم عينك. ما ينفعش انا فاهم يقف قصدك لوحده. عشان الست يعني وكده. طب ما لسه استاذ محمود لسه طالع. استاذ محمود، ايوه فوق. طب بيرن عليا، هي بترن عليا ليه؟ ما اعرفش والله. كده الموضوع فيه ان. هو زمانه جاي دلوقتي. طب ما تيجي تقعد. لا. ازيك يا ابو الشو؟ عامل ايه يا حوده؟ انت عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. لا مؤاخذة يا باشا. الو. دي يا باشا هكون موجود عندك في الشغل. حاضر. رجعت من نص الطريق والله. ماشي يا باشا، سلام. طب اطلع يا باشا، اطلع عشان بس جالي تليفون والبيت بيتك. خلاص ماشي. هو تلاقي نسي حاجه ولا حاجه؟ ممكن. السلام عليكم. امال ايه يا عم السلام. انور؟ استاذ محمد صح؟ استاذ محمد. ما قلتليش ليه يا عم يا غاوي؟ والله العظيم لسه روح وتعالى، روح هو وتعالى. لسه كان هنا والله، ما اعرفش والله، لسه جاي دلوقتي. ايه يا باشا؟ عاوزك بس تبص لي على الحنفيه عند الجماعه فوق. مشوارنا على حنفيه. معلش. ماشي يا استاذ، اتفضل يا استاذ. اتفضل انت. اتفضل حضرتك، ماشي. اتفضل حضرتك. راح جاي على الحنفيه. يعني انت مشوارنا ده كله على الحنفيه يا استاذ محمد؟ ما كنا بعتنا الواد محمد شغال معاه كان عملها. شغال؟ طب ده عيل صغير هيجي يخش يعمل حنفيه؟ انا واثق فيك انت. طب يعني ده بيتكم صح؟ لا، بيت اختي. بيت اختك؟ طب وانت ايه اللي جايبك بيت اختك اصلا؟ ما هتجيب جوزها ولا حد من عيالها يعملها؟ لا يابا، احنا ما عندناش حد بيخش كده وخلاص. لازم يبقى في راجل في المكان. جوزها في الشغل. في الشغل؟ في الشغل. طب بالله عليك يلا عشان مستعجل بس. نورتي حبيب اختك. الله اتفضل. يخليك، خش جوه يلا. تعالى خش. السلام عليكم. استنى. خير في ايه؟ الصبح وانا نايمه سمعت صوت حاجه جديده جدا، زي ما يكون صوت ميه كده. طلعت اجري على الحمام، لقيت الحنفيه بتاعت الوش عماله مطرطشه، عماله احاول اقفل فيها مش راضيه تتقفل. رحت قافله المحبس العمومي، وقلت لما تيجي بقى ولا اي حد يجي يبص عليه. تسلم ايديك، كويس انت فكرت في كده، كنت هتبهدلي الدنيا ميه في الشقه. ما انا عملت كده طب والله. اشوف بس الحمام. اتفضل يا ماشي، باشا، اتفضل. اتفضل. هو ده الحمام؟ ايوه هو ده الحمام. بص بقى يا باشا، خير. دي عايزه قلب حنفيه. قلب حنفيه؟ تمام، ما تقلقش، ما تشيلش هم. انا مش هنزل تحت اصلا. يا عم ما تقلقش، انا معايا في الشنطه بتاعتي في عدتي. تمام انا حاجتي ماشي. في عدتي. خلاص ماشي. الله ماشي. ينور يا اسطى. انت بقى شوف مصلحتك وسيبني كده 5 عدور. خلاص ماشي، انا قاعد بره. حبيبي. ماشي. خير يا شيري؟ ايه يا شوقي، عامل ايه؟ الحمد لله. وانا ما اتصلتش بيك لما يكون في حاجه عشان تيجي؟ ما غريبة يعني، انت رنيت عليا وجوزك لسه نازل دلوقتي ومقابله على السلم. يا ريت يرجع وانت موجود. في ايه اللي حصل؟ اقول له الصبح
الحنفيه بايظه وعايزين سباك، مش واثق فيا ان انا اجيب سباك وانا لوحدي، يقول لي لا ايه ده ومش ايه ده، وعمال اعمل جعجعه الصبح قد كده. بص يا شيري، هو حقه. حقه في ايه؟ اه والله حقه. يعني مش واثق فيا؟ هو مش حكايه يا بنتي واثق فيكي، معلش اي بني ادم دمه حر. دم حر. ايوه محمود، انت عارفه محمود. هو انت معايا يا شوقي؟ ايوه انا معاه طبعا، ما ينفعش حد يجي يخش هنا. استنى بس. نعم. ايه؟ في ايه؟ طب ماشي ماشي خلاص ماشي. في ايه؟ ابن اختك ماله؟ هروح اشوفه ماله. في ايه طيب؟ ما اعرفش. طب طمني. سوا استاذنا معلش، نعم. انا اسف. حضرتك انا كنت عايز باكت التفلون بس عشان طب انا مش فاضي دلوقتي، 5 دقايق وجاي. طب الواد الصغير ده خدني معاك طيب. لا خليك. بقول لك يا استاذه. نعم. معلش بس عايز باكت التفلون. تعالى يا معتز. تعالى. بكر التفلون، انا هتصل على الواد محمد اللي شغال معايا. تمام وهو يروح له. بص يا حبيبي، الشارع اللي ورانا، مش الشارع ده، الشارع اللي ورانا الناحيه الثانيه، المحل بتاعي في اخر الشارع. هتروح هناك للواد شغال معايا اسمه محمد، قول له عم انور ولا لوست انور زي ما تقول له يعني، بقول لك عايز بكر التفلون، او انت قول له انا هتصل عليه، روح انت انا هتصل عليه. اسمع يا الشارع اللي ورانا. طياره ماشي. ما تغيبش بسرعه وسيب الباب مفتوح. ايوه خلاص ماشي جاي، سلام. في حاجه ولا اسم محمد؟ ابن اختي بس تعبان في المستشفى، معلش عشان انا بس. طب اجي معاك؟ سبت الجماعه فوق لوحديهم. خلي بالك عم انور. خلي بالك والنبي. ماشي ماشي ماشي. في ايه يا ابني، انت نزلت ليه؟ عاجب تفلن. ماشي بسرعه، خلي بالك. يلا. هو في ايه؟ حضرتك هتستنى كده واقف مبحلق لي؟ لا ما فيش، ده انا بس بعمل مكالمه عشان اكلم الواد اللي هيبعت التفلون بس. طيب مفيش حاجة. اتفضل خش. طيب حاضر. لا السلام يا استاذ. من غير ما تنطق 400 جنيه اهو. 400 جنيه يا استاذ، احنا بينا فلوس برضه. اتفضل كده 400 ما جنيه. رحتش مع شوقي المستشفى ولا ايه؟ ما رحتش مع شوقي المستشفى؟ ايوه اصل ابن اخته رجليه اتكسرت. يا استاذ. نعم. هو حضرتك واقفه عندك ليه كده؟ ما انا لازم اقف كده، جوزي مش موجود واخويا سابني ونزل، وانت بعت ابني يجيب لك حاجات. يعني هو انا اول مره اخش بيوت ناس يعني؟ معلش اتفضل حضرتك شوف شغلك. خلاص براحتك، انا كنت هطلع اقعد بره واقول لك خش انت على ما الواد يجي. براحتك والله، شوف حضرتك عايز ايه. اطلع اقعد على السلم؟ اتفضل. طب انا هشوف شغلي. شوقي انا سايبه فوق. لا ما هو نزل، وحتى معتز ابنك نزل ورا منه. نزل هو ومين؟ هو لوحده. هو لوحده؟ اه. الست هانم هي والسباك فوق. انت بتقول ايه؟ والله يا استاذ لما بكلمك انا ذنبي يا استاذ، تمد ايدي عليا ليه؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده يالا؟ والله زي ما بكلمك انا ذنبي، انا قاعد بس انا بتابع اللي انا طلع عايز من اسمع الناس. تاني، هي ومين؟ هي والسباك. محمود انت بتصلي على النبي؟ تسمعيش كلامي ليه؟ والله اخويا شوقي كان هنا وحياة ربنا، والواد ابن اختي رجله اتكسرت ونزل. ولما شوقي مشي ما مشاهوش معاه ليه؟ ما كان شغال وكان فاكك الحاجه جوه. كلامي ما بتسمعش ليه؟ طب حقك عليا. طب ثواني بس صلي على النبي. حسابي معاك مش دلوقتي. طيب ماشي شعري. تعال. عمر استاذ. عايزك تلم شويه الحاجات دي من غير شوشره وتطلع بره. طب انا الحنفيه مفكوكه، طب الواد ما جابش الحاجه. يلا يلا. يلا. ايه يا عم في ايه؟ بتعاملوا الناس زي الناس يا عم، في ايه؟ انا جاي اعمل لك مصلحه في بيتك. مش عايزها منك المصلحه. يا عم ما تعوزهاش يا عم، ايه المشكله؟ اطلع. ايه المال الطافح ده؟ خش. خش. بص ايه ده؟ مش قابل منك اي طب عذر. والله انت صلي على النبي كده. عليه واهدى. الصلاة والسلام. ماشي، وانا احكي لك على كل حاجه، هحكي لك على كل حاجه يا محمود. مش عايز اسمع صوتك ولا نفسك. انا شرعي. قلت ايه؟ قلت ما تجيبيش حد وانا مش موجود. طب افهمني طيب، ما اسمع. بتسمعيش كلامي ليه؟ والله بسمع كلامك. ما بتقدرنيش ليه؟ والله بقدرك وحياة ما ربنا. بتكبرنيش ليه؟ طب تسيب شعري طيب هيتقطع في ايدك. بس اقول لك على حاجه. تسيب شعري. هقول ايه ده كله؟ خش. شغلانه مش مأكله عيش دي. وراح فين ده كمان؟ ادي النيل.
يا ناصر ناصر مرار طافح. مش عارف، روح يا ناصر، تعالى يا ناصر، انا مش عارف فيه، وانا مش شغال، انا شغال بواب هنا يا جدعان. خد يلا. ايه؟ انت كنت فين؟ تبقى جبت طفل. مين اللي بعتك؟ السباك. وازاي سبت السباك لوحده ومع امك هنا في البيت؟ ما هم اللي قالوا لي. مين بقى هما؟ امي والسباك قالوا لي روح جيب طفل من على اول الشارع الورشه بتاعته. اصل امك كانت بتكذب عليا دلوقتي وبتقول لي خالك شوقي كان هنا. ايوه خالد شوقي كان هنا وكان بيتكلم في التليفون، معرفش مين جراله ايه ومشي. اه. ولما خالك شوقي مشي انت ما قعدتش مكانه في البيت ليه؟ ما هم قالوا لي روح جيب البتاع ده بسرعه وتعالى. والله العظيم ازاي تسيب امك لوحدها وحد غريب في البيت؟ تخسر فيك الاكل اللي بتاكله. غور من وشي. غور! صدقت بقى، صدقت والله العظيم شوقي كان موجود. انا بعت شوقي يجي يقف معاه علشان خاطر اعمل لك، وانا كنت في غنى عن الحوارات دي ولا ايه؟ عشان اعمل لقمه في البيت بدل ما نشتريها من بره. والله العظيم كان كل ده غرضي والله العظيم. وجبت اخويا ما اعرفش اللي كان هيجرى. الو. سيب اللي في ايدك يا شوقي تعالى. سيب اللي في ايدك وتعالى عشان انا البيت ما يولعش دلوقتي. يلا سلام. اخوك يجي ويحلها. طب حقك لو عليا. ما حلش معايا ياخدك في ايده وهو ماشي. طب اول واخر مره. امشي من قدامي. اول واخر مره. امشي من قدامي. ايه ده؟ يا ده خراب البيوت على الصبح. انت ايه يا ابني سايب الورشه رايح فين؟ معاه مصلحه كده نص ساعه يا اسطى اخلصها واجي. انا كرهت المزرعه، انا مش طالع تاني من الورشه. يا اسطى انا برن عليك بقى حوالي 3 4 ساعات يا اسطى ما بتردش عليا ليه؟ في ناس كتير قوي جت سالت عليه. انا ما عامل تليفون صامت اصلا، كنت في شغلانه مقرفه. يا نهار اسود. ايه اللي حصل؟ الجيب مقطوع، انا كنت حاطط تليفون هنا امسك. طب ما تبص امسك. عليه في الجيب دوت يا اسطى. رن عليا رن عليا بسرعه. استنى يا اسطى. والتليفون بيرن اهو، ارد ولا ما اردش؟ لا لا مش هرد، لو رني تاني هرد. استنى كده. يا نهار اسود لو وقع في ايد حد تعالي بلاوي صوته وتوديني في داهيه. والتليفون انت مش عامل له باسورد وديت غلطه فيك برضه يا اسطى. ما انا سايبه كده، انا ما عادي تليفوني في جيبي ما بدوش لحد اصلا، ما مسكولكش انت. مش عارف يا اسطى. تعالي بلاوي صوته هتوديني في طب داهيه. تعالى ندور عليه. لا ما بص، ما لا دور ولا نيل، انت اطلع مكانك على الورشه ولا شوف انت رايح انا رايح فين. ورايا مصلحه بقول. طب اقضي مصلحتك وارجع وانا هدور على التليفون. خلاص ماشي. ده معلوش باسورد، ده عليه صور مرات الاستاذ محمود. هطلعه لها انا، هو اكيد وقع من الاستاذ محمود وهو طالع. مش عايز كلام غير لما اخوك يجي. طب حقك عليا يا محمود، سامحني بس. اسامحك في ايه؟ اخر مره والله. ان انا قلت لك ما تدخليش حد غريب البيت وانا مش هنا، واجي الاقيكي برضه منفذه اللي في دماغك وانا قايل لك ومنبه عليكي. اول باخر مره والله ما هتتكرر تاني. طب جرب المره دي. ولما اخوك جه يمشي من البيت ما مشيتيش السباك ليه؟ والله كان فاكر كل حاجه وحياه ربنا. ما اعرفش اللي هيحصل طبعا، هعرف منين؟ لما اخوك يجي يوم نحلها. طب معلش سامحني يا محمود بس اول واخر مره. يا اتحلت يا بقى اتخلى خالص. يعني يعني اللي عايزه ربنا هيكون. ان شاء الله ربنا يعوز الخير. بس انت اهدى كده وصلي على النبي وسامحني من جواك بالله عليك. لا انت دماغك ناشفه وبتعملي اللي في دماغك وما بتحترميش حد ولا بتكبري حد، لا والله العظيم بحترمك. ومش اول مره تحصل. والله العظيم بس بحترمك. دي غلطتي. ممكن في حريم عشان رجالتها بتغير عليها وبتخاف عليها بتعمل كده. على كده انا لو ما بغيرش عليك وما بخافش عليكي كان زمانك بتشتكي من الموضوع ده. معلش المره دي بس سامحني وجربني وهتشوف، وابقى بعد كده اعمل اللي انت عايزه. اهو شوقي اخوك شكله جه. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمود انا لقيت تليفونك واقع تحت. تليفوني اهو. يبقى تليفون الست هانم. تليفون الست هانم؟ تليفون الست هانم جوه. ايه اللي عرفك يعني ده تليفوني ولا تليفون الست اصل هانم؟ انا مفتاحه ومعلوش باسورد، ولقيت صور الست هانم عليه. لقيت ايه؟ صور الست هانم. انت بتقول ايه يا عم انت؟ والله زي ما بكلمك يا استاذ، انت كل ما بقول لك على حاجه مش مصدقني. على التليفون ده؟ اه لقيته واقع قدام عتبه الباب تحت.
حد غيرك شاف الصور؟ لا يا استاذ. طب روح. ماشي يا استاذ. تمر حاجه؟ شوقي ده؟ لا مش شوقي، امال مين؟ بس انا خايف منه لقيته، يعني واللي كنت بحذرك منه حصل. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصور دي؟ والصور بنفس العباية. ايوه، طب تليفون مين ده؟ وايه اللي جاب صور عند بتاع مين ده؟ ما انا لسه بقى عايز اعرف بتاع مين. اكيد ليه صورة هنا. يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. طب اعمل فيك ايه؟ طب انت كان معاك اتصرف معاك ازاي؟ انت معاك حق يا رب. طب اعمل فيك ايه واتصرف معاك ازاي؟ قولي لي حل. انا مش عارفه، انا والله العظيم اعصابي كلها بتتنفض. طب اتصرف يا محمود، اتصرف. حقك عليا حقك عليا، عمري ما هعمل كده تاني. محمود انت ساكت ليه طيب؟ يا رب ما تكون فتحت التليفون ولا عرفت. يا نهار ابيض. نصر مش هنا الحمد لله. بطلي دوشه بقى. طب اتصرف يا محمود، اتصرف بالله عليك. انا عرفت اعمل ايه. هتعمل ايه؟ هو يرن على التليفون وبعدين انت اللي هتفتحي. انا هرد عليه؟ ايوه هترد عليه. طب ارد عليه اقول له ايه؟ هتقولي لي جوزي نزل وتعالى خد تليفونك، انت نسيت تليفونك في الحمام. خلاص. حاضر. ايه ده بيرن فين؟ الو. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي التليفون ده بتاعي. ايوه حضرتك نسيته عندنا في الحمام. مين حضرتك؟ انا ام معتز. انا كنت بصلح عندكم جوزك جه مشاني. ايوه. طب معلش انا اسف كنت عايز التليفون. ما هو تعالى خده، انا جوزي نزل دلوقتي وما عنديش حد يجيبهولك. جوزك نزل؟ نزل. يعني مش هيعمل لي مشكله اما اجي؟ لا ما انت هتيجي بسرعه تاخد التليفون وتمشي. خلاص ماشي، 5 دقايق وابقى قدامك. هخلص لك المشكله دي، يكون اخوك شوقي جه وتلم هدومك وتمشي. انا اتعلمت والله العظيم، اتعلمت والله العظيم، اتعلمت يا محمود. والله ما هعمل كده تاني ابدا، ولا هفتح باب الشقه طول ما انت مش موجود. الكلام خلص. محمود والله العظيم خلاص، اول واخر مره. خلاص ده انا صمت وصليت. ده انت ربنا يعني هقول ايه، بس ده ربنا وقف جنبنا ده. الجرس بيضرب. والحق يجي. انا هخش جوه، دخليه وقعدوا لي هنا. خلاص، وسيبي لي انا الباقي. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. التليفون يا استاذه معلش انا اسف. اصل انا لما لقيت التليفون فقلت اشوف بتاع مين، ففتحت التليفون وقعدت اقلب كده فلقيتك مصورني. غصب عني، انا ايدي جت على الكاميرا وانا برن على الولا غصب عني. طب كنت عرفني، او كنت بعت لك صور احلى من دي. تبعتي لي صور؟ انت ما كنتش مداني ريق حلو اصلا وانا جوه. طب تعالى نتكلم جوه. نتكلم جوه؟ اه. وجوزك مش هنا؟ عادي، ايه المشكله؟ بقى يعمل لنا مشكله. انت خواف ولا ايه؟ مش خواف ولا حاجه، بس عشان محدش يجي ولا حاجه. هتخش ولا اقفل الباب؟ هتقفل الباب؟ قفلت. تعالى تعالى نورت. ده نورك يا باشا. اتفضل. تسلمي وتعيشي. اتفضل. نورت الدنيا يا ابو الاسطات. في ايه؟ نسيت حاجه؟ التليفون بتاعي. يعني ما نسيتش مفتاح ولا اي حاجه؟ لا لا، هو التليفون بس. انت قلت لي امشي بسرعه هو قلت أنا ليه همشي. تليفونات هنا؟ اللي انا اديتهولك من شويه تقريبا. بتشبه عليه؟ تليفوني ده. يا استاذ بعد اذنك ما تفتحش تليفوني. بس يا خسيس يا ندل، الامانه بتقول، انا ايدي غصب الامانه بتقول ان انت تخش بيت حد هيأمنك او مأمنك، والكلام ده انا قلته لها وهي ما سمعتش كلامي. ان انت تصور حد في البيت
يا استاذ انا غصب عني ايدي ترضاها على مراتك؟ يا استاذ اللي بتقوله ده؟ ترضاها على امك؟ يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ انت اللي بتقول ايه؟ ترضاها على اختك؟ يا استاذ بلاش الكلام ده. اوسخ جرد الحمام وهتقولي. حاضر. يا تعمل ايه؟ اقعد، انا هوريك دلوقتي انا هعمل ايه. ما تخافش، مش هدلق عليك. قوم كده تعالى، ده تليفونك؟ اه. هات بس التليفون عليه ارقام بتاعت الشغل واكل عيشي كله على التليفون. انا دلوقتي هحرق قلبك على التليفون وهحرق قلبك على اكل عيشك اللي انت اصلا ما تستاهلوش. انت عملت ايه يا استاذ؟ ده اكل عيشي عليه. تسلم ايدك يا سيد الرجاله. يا استاذ بالله عليك، بالله عليك كفايه عليك، بالله عليك، بالله عليك. ده اكل عيش عليه يا اخي، بالله عليك. ده تلاقيه مصور عليه ناس تانية، منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا شايف ان تليفونك ما عادش له لازمه، اصله هيصرف على الفاضي. عليه اكل عيشي ده وارقام الناس والناس معاها الرقم ده. حتى الخط ده انا مش هديهولك. يا استاذ انا باكل عيش من الخط ده يا استاذ. انا مش في مدرسه هنا، بتفوتك من كلمه يا استاذ. انا حضرتك انا ما اعرفش اسم حضرتك. انت شكلك ما تعرفنيش. انا تربيه شارع، يعني اعرف اجيب حقي من عين التخين، مش هعرف اجيب حق مراتي ومن غير ما حد يشوف ولا يسمع. تخيل بقى الصور دي لو كانت راحت في حته، كنت هعمل فيك ايه؟ ما كانتش هتروح والله، ولا كنت هديها لحد. وكنت همسحها. والله ده تلاقيه مصور ناس تانية، منه لله، ده ندل وخسيس. تخيلي شوق اخوك لو عرف هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ده يعلقوا البتاع اللي هو لابسها ده. انا بقول دلوقتي يعني انا مستكفين لحد دلوقتي بالتليفون. يا استاذ خلاص ان الله حليم ستار. هو شوقي مطور ولا ايه؟ ده زمانه طالع على السلم. يا استاذ ان الله حليم ستار يا استاذ. انا همشي يا استاذ. شوفي لي الحبل فين؟ لا انا همشي يا استاذ بعد اذنك يا استاذ. افتح. الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. تسلم يا محمود، انت ما ربنا تستاهليش يخليك ان ليا. انا اكون معاكي. طب انا ذنبي ايه؟ انا كنت اعرف منين؟ كنت تعرفي منين ايه؟ كنت اعرف منين ان كل ده هيحصل؟ اللي ما بتسمعش كلام جوزها تستاهل ما يجرى لها. طب واللي عايشه من غير راجل تعمل ايه؟ اللي عايشه من غير راجل يكون في حد من محارمها موجود. ما عندها اخوها. فين عمار؟ في عم مفيش حاجه. ما خد يا عم، في ايه؟ يا عم مفيش حاجه. هو في ايه؟ معاك مش عارف. هو مين اللي فوق؟ الاستاذ محمود فوق. استاذ محمود؟ اه. طب الحمد لله الاستاذ محمود فوق. يعني اللي جوزها ميت تتصل باخوها، واللي جوزها مسافر طب انا ذنبي ايه؟ ما انا اتصلت باخويا. خير يا محمود، في ايه؟ وانور نازل بيجري، في ايه؟ انور اللي انت جبته؟ ايوه اللي انا جبته. جبته لاختك وانا مش موجود؟ ايه اللي حصل؟ اللي جبته لاختك وانا مش موجود؟ في ايه دون؟ ايه اللي حصل؟ انا نزلت غصب عني. هو انت تعرف ان انا نبهت على اختك وانا مش هنا ان هي ما تدخلش حد غريب؟ مش انت كنت موجود معايا يا اخويا؟ ايوه انا كنت لا موجود. بس انت غلطان يا شاور. المفروض لما جالك ظروف ومشيت كنت تاخد اللي انت جايبه معاك. معلش هي دي غلطتي انا، وانا نزلت تحت افتكرت وقلت للبواب. طب لو قلت لك يا شوقي ان الراجل اللي انت جبته كان بيصور في اختك وهي واقفه؟ نعم. والله لا انا مش هسكت، انا مش هسكت على الكلام ده يا عم محمود. ما هو تليفون اهو. تليفون اهو، مد ايدك طلعه. ازاي ده حصل؟ بقول لك يا شوقي، انا شايف ان اختك ما عادش لها مكان هنا. ملوش لازمه يا محمود الكلام ده. محمود احنا غلطانين، انا اللي غلطان، هي مش غلطانه. انا اللي غلطان. انا غلطت اي نعم، بس ما كنتش اعرف اللي هيحصل ده، والله العظيم ما كنت. الغلطه دي عندي انا يا محمود. طب لو اتكررت؟ دي انت سن انا فيها يا محمود. طب لو ما سمعتش كلامي تاني؟ لا تجيبها لي بقى وانا هعرف ازاي اربيها. اللي هقول عليه هيمشي لو غلط. اكيد طبعا. هيمشي وهيبقى على راسي، ومش هفتح بقي في ولا كلمه، ولا هعاند في اي حاجه، ولا هراجعك حتى في ربع حرف. عقل اختك يا شوقي. انا يا محمود. لا بصراحه ما عادش ليك مكان في دماغك الناشفه دي هي اللي هتغير يا محمود، والله هتغير، والله انت نفسك هتقول ان انا اتغيرت. ولو ما اتغيرتش هاتها لي وانا اعلمها لك الادب من اول وجديد. لا يا اخويا، انا بعد اللي انا شفته ده والله ما ليا دعوه بحاجه تاني. مش هفتح بقي اللي هيقول عليها اعمله. الدنيا مليانه بلاوي،
كنتش اعرف كده. وما عادش في ثقه في حد، لازم تقدمي سوء النيه الاول. انت صح. بقول لك يا شوقي، انا ما عنديش طايق ابص في وشها انا نازل، تنزل معايا؟ ولا اقول لك على حاجه، عقل اختك بكلمتين. ده انت سبتني وجريت منك لله. طب اعمل ايه مع ابن اختك؟ ابن اختك رجليه اتكسرت. لو كان جه ولقاك موجود ما كانش كل ده حصل. لا الغلطه دي غلطتي انا. والنبي روح وراه وقول له ان انا هتغير. طب الحمد لله اللي هو ما طلقكيش. الحمد لله. ما اعرفش جاب التليفون ده منين وعليه صور الراجل ابن. سيبهولي بس، سيبهولي. والنبي هديه. انتي عشان تهدي الدنيا ماشي. اسمعي كلامه ماشي. وراضيه. والله ما هفتح. هو شكله معبي منك. ايوه خلاص. كنت بقى عنده بس مش هعمل كده تاني خلاص. انت عارفه البيت عندنا القوانين ماشيه ازاي؟ خلاص لو النبي. هتصحي من الساعه 6 تروقي وتعملي. يا عم خلاص بقى ما تفكرنيش بالايام السوداء دي. انا هنزل له. هديه والنبي هديه. انا هنزل له. ماشي. يلا ارمي الزباله دي.